السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم حري محمود ورجعت لكم بتحدي جديد. بس قبل ما نشرح فكرة التحدي بتاعت النهارده أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. صلوا على النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة النهارده معانا تحدي الضحك مع شات جي بي تي، بس المرة دي لو أنا ضحكت هتعاقب. لو أنا ضحكت هتعاقب، هنشوف بقى شات جي بي تي يعرف يضحكني ولا لأ، هنشوف. يلا بينا. بص بقى وركز معايا، احنا النهارده هنعمل تحدي الضحك. المفروض إن أنت تحاول تقول لي حاجة تضحكني، ولو أنا ضحكت هتعاقب. فكرة ظريفة جدا. طيب أنا هحاول أكون خفيف وأقول حاجة كده مضحكة، ولو ضحكت أنت كده خسرت التحدي. جاهز؟ طيب تخيل لو فعلا كل مرة بتفكر تشتري حاجة أونلاين الكارت بتاع الفيزا بيقولك معلش حاول بكرة. يعني أنت عايز تضحك بس الفيزا هي اللي بتضحك في الآخر. أتمنى تكون عجبتك. لا ما ضحكتنيش. حلو جدا. أنا كده خسرت التحدي، بس بصراحة كنت متوقع إن النكتة هتكون أضعف شوية. لو عاوز نجرب حاجة تانية أو نغير الأسلوب أنا جاهز. ايوه احنا لسه بنكمل تحدي الضحك، يلا قول. تمام. طيب خليني احاول اقول لك حاجه كده عن تجربه شخصيه. فاكر دايت وتلاقي نفسك كل شويه بتفتح التلاجة؟ هو ده نفس احساسنا كلنا لما نحاول نذاكر بس بنلاقي نفسنا بنخش المطبخ. مش عارف بس دي حاجه دايما بتحصل معايا. اهو كده حاولت اضحكك برضه. لا برضه ما ضحكتش. ولا يهمك خليك معايا، انا معاك لحد ما نلاقي حاجه تضحكك. لو عندك فكره او نوع من النكت تحبني اجرب فيه قول لي، او ممكن لا احكي لك انا مش موقف هقول لك مضحك من فكره. حياتي او حاجه خفيفه من الافلام. انت بس قول لي الاتجاه. لا انا مش هقول لك فكره، انت المفروض تحاول تضحكني. تمام. أنا معاك. خلاص هحاول أكون أبسط بقدر الإمكان. لو عندك حاجة في بالك أو حاجة صغيرة عاوز أحكيها أنا جاهز وبحاول أكون خفيف على قد ما أقدر. يا عم ما عنديش حاجه في بالي، انت المفروض هتقول لي حاجات تحاول تضحكني. لو انا ما ضحكتش مش هتعاقب، لكن لو انا ضحكت هتعاقب. آه معاك حق طبعا. طيب خليني أحاول مرة كمان. تخيل إنك داخل مطعم فاخر جدا، بس كل ما تطلب حاجة النادل يجيب لك حاجة غريبة خالص، زي مثلا شطيرة فيها مخلل وجبن بس على شكل برج إيفل. مش عارف يمكن كده تكون مضحكة شوية. لا برضه ما ضحكتش. ولا يهمك أنا فاهم. هفضل أحاول لحد ما نلاقي حاجة فعلا تضحك. لو عندك أي نوع معين من النكت أو أسلوب معين تحب استخدمه قول لي، أو يا لو عم عاوز لا ما تحكي لي عن حاجة. عنديش ما عنديش، انت كمل كمل، ما عنديش. تمام. ولا يهمك خالص أنا هكمل وأحاول أكون خفيف. ولو لقيت أي حاجة في دماغي أو لو عاوز تديني توجيه معين أنا جاهز. المهم إننا نبقى في نفس الروح وأنا معاك. كمل كمل، قول حاجات تضحكني، كمل. طيب هحاول أبسط جدا وأجيب حاجة خفيفة. بص، تخيل لو كل مرة بتسأل فيها نفسك أنا ليه بصحى بدري، كل اللي بيحصل إنك بتلاقي نفسك بتأجل المنبه وتقول بعد شوية. أتمنى تكون الفكرة دي لقيت معاك صدى خفيف كده. لا كمل، ما ضحكتنيش برضه. تمام. ولا يهمك خالص أنا فعلا فهمت إن أنا لسه مش في المود، فخليها خفيفة وبسيطة ولو في أي حاجة في بالك بعد كده أنا يا عم جاهز مش هطول خالص. وربنا ما فيش حاجه في بالي، انت كمل. تمام. ماشي أنا هكمل عادي من غير ضغط. لو في أي وقت عاوز تغير الموضوع أو تيجي في بالك حاجة تانية يا عم أنا لا جاهز كمل أسمعك. كمل. ماشي أنا معاك. طيب هكمل في نفس السياق وأبسط بقدر الإمكان. لو في أي حاجة تانية تحب نتكلم فيها بعد كده أو تحب أغير أسلوبي أنا جاهز على طول. يا عم لا كمل، قول حاجات تضحكني، كمل كمل. طيب هقول لك حاجة أخيرة يمكن تكون خفيفة. تخيل إنك كل ما بتصحى الصبح تلاقي نفسك مستعد إنك تنجز كل حاجة، بس بعد ثانية تلاقي نفسك بتسحب اللحاف وتقول مش النهاردة. أو ممكن تكون كده لطيفة شوية. لا برضه ما ضحكتنيش، قول حاجة غيرها. ولا يهمك أنا معاك. خليني أحاول أخفف أكتر. تخيل مثلا إنك بتصحى في يوم وكل حاجة ماشية معاك تمام، لحد ما تكتشف إنك لابس حذاء مختلف تماما عن اللي كنت متوقعه. أهو حاجة بسيطة بس يمكن تكون خفيفة شوية. لا برضه ما ضحكتنيش، قول حاجة كمان. ماشي أنا فاهم وأقدر أبطأ خالص. خليك مطمن مش هضغط، ولو في أي وقت تحب نغير الموضوع أو تحكي لي عن حاجة في بالك أنا موجود. حاضر. خليني أحاول أكون أبسط وأقرب شوية. تخيل إنك بتفتح الثلاجة عشان تدور على سناك وتكتشف إن كل حاجة نية عدا موزة واحدة، بس الموزة دي بتبص لك بجدية كأنها هي الحل السحري. يمكن كده تكون حاجة خفيفة. لا برضه ما ضحكتنيش. ولا يهمك أنا معاك وبحاول أفهم إيه اللي يقدر يضحكك. لو في نوع معين من النكت أو أسلوب معين أنت بتحبه
ممكن تقولي عليه وانا اعدله على لا حسب خلاص التحدي خلص خلاص. يا جدعان ده يا جدعان، ده ولا واحدة قالها تضحكني، حتى ولا واحدة قالها تضحكني، وكل ما اقول له حاجة تقول تضحكني يقول لي تخيل. مش فاهم يا جماعة الصراحة. ما المهم كده يا جماعة، انا كسبت التحدي. هو ما ضحكنيش، لو كان ضحكني كنت هخليكم تكتبوا لي اخبار تحت في الكومنتات. بس هو ما ضحكنيش، يبقى انا كده كسبت التحدي كمان. بس قبل ما نقفل التحدي عايز اقول لكم، لو انت لسه ما شفتش الحلقه الثانيه من مسلسل دي الحقيقه، نزلت امبارح على قناه يوميات هارفي، هتلاقيها تحت في الديسكربشن وفي الكومنت، روح اتفرج عليها عشان حلقه جامده جدا والمسلسل حلو قوي. تمام. وبس كده يا جماعه، كان الفيديو بتاع النهارده خلص. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. ولو ما شفتش الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكربشن. اهم حاجه بقى تخش جروب الواتساب القناتين هنا تحت في الديسكربشن. بس كده، سلام.